بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. غبت عليكم فترة كبيرة بس لظروف كده هو ان شاء الله خير يعني. بس حبيت اعمل معاكم اول حاجة، يعني ارجع معاكم فيها. كنت جايبة ليفت وقلت ايه نخلله مع بعض. هنا طبعا انا كنت جايبة دول كانوا 5 كيلو، طبعا هو بيتباع بالعروش بتاعته، كان ب3 جنيه كيلو تقريبا. آه، زي ما انتم شايفين كده انا طبعا مش بحب العروش الخضراء اللي فيه دي خالص، يعني حتى لو خللتها كده كده ما بتتاكلش، بتترمي يعني. فانا ايه، كان البطرمان عندي برضو كان صغير، فقلت كده كده مش محتاجاها، فشلتها خالص كده منه ونضفته زي ما انتم شايفين. وده كان عندي بنجر كنت جايباه شايلاه في الفريزر، بس ما كنتش سلقاه بصراحه، كنت شايلاه كده صحيح. فجي وقته. آه، لما كان البنجر اتشال في الفريزر وطلع، تحس ان هو طري اكتر، فحسيت ان هو نزل المادة الحمراء بتاعته اكتر كمان، يعني غير لما بيكون طازة بصراحة. بدأت غسلت الليفت كويس جدا. طبعا شلت العروش اللي فيه، اللي هي من فوق دي، الراس دي يعني حتة الراس اللي فوق دي اللي فيها زي الشعيرات دي شلتها. وبدأت ان انا اغسله كويس قوي، لان طبعا بيبقى فيه طينة زي ما انتم عارفين. وقطعته كده بقى، بس انا خليته متقطع تخين شويه علشان لو قعد وقت، لان طبعا يعني انا ما عنديش هلك في المخلل كتير برضو يعني. قلت لو قعد حتى شويه او حاجه، هو في خلال 3 ايام تقريبا بيكون استوى. قلت لو قعد شويه ما يتبلش او يطرى او الكلام ده كله، كده كده انا حاطه له الماده الحافظه، يعني اللي هي طبعا السكر، اللي هي بتحفظه، بتخليه يبقى مقرمش شويه كده. وطبعا ظبط الملح بتاعه برضو من العوامل اللي بتخليه يفضل مقرمش، ما يبقاش طري بسرعه، ما يطراش بسرعه يعني. انا زي ما انتم شايفين كده هو قطعته بالسكينه مربعات، دواير بتاعته يعني، وبدات بالقطاعه دي بتدي شكل حلو قوي. آه، بس قطعت الكميه بتاعتي كلها. وبدات ان هنا جبت بقى الدرق اللي انا هحط فيه بقى الملح بتاعي، حطيت ملح. طبعا الملح بتاع المخلل، في ناس بتحب المخلل دلع شويه، وفي ناس بتحبه ايه مسكر، قصدي حادق، مالح قوي. لا انا ما خليتوش بصراحه لا مالح ولا حادق. طبعا احنا لازم تدوقي يعني، دوقي الميه بتاعته. وحطيت طبعا على الميه معلقه سكر. اللفت بالذات بقى بحب احط له كمون. الكمون طبعا انتوا عارفين الليفت بيبقى فيه يعني بيعمل انتفاخات والكلام ده كله، فالكمون ده بيهدي من الموضوع ده شويه. بصراحه بيبقى يعني انا جربته، حد كان قال لي موضوع الكمون ده، وجربته فيه فعلا ممتاز. آه، بس كده ظبطت الميه بتاعتي كده وركنتها على جنب بقى. طبعا الميه زي ما قلت لكم ملح، وحطيت فيها معلقه سكر كبيره. السكر بيعمل توازن بينه وبين الملح، وفي نفس الوقت هو الماده الحافظه اللي احنا حاطينها تحافظ على المخلل بتاعي ما يطرش. وبدات كده في البطرمان بتاعي، بدات اضغط بقى الليفت كله، لان انا عايزه اقول لكم هيفيض معايا حب في الاخر هتشوفوا. وقطعت البنجر حتت كده صغيره، ما سلقتوش ولا حاجه، ورميته في قلب بين الطبقات. هيفضل معايا في الاخر حبه لفت. اللفت طبعا بعد ما بنحط له ميه بيبدا يقل شويه يعني، كده البطرمان تشوفينه على الاخر. الحبه اللي انا سبتهم في الاخر دول، بس انا ما لحقتش اصورهم بقى، ما عرفتش اصورهم. الحبه اللي انا سبتهم في الطبق في الاخر دول، مفيش نص ساعه اصلا كان البطرمان الكبير دون اللي فيه، حتى انا سايبه الكبير ده ناقص شويه ميه. البطرمان الكبير دون كان الليفت طبعا يعني دبل شويه، فنزل لتحت حبه، يعني تضغطي عليه كده هتلاقيه بينزل. فرحت مكمله بقى بقيه الايه اللي فاض في الطبق ده حطيته عليه. فهم عملوا لي يعني بطرمانين حلوين بصراحه كويسين. والطريقه دي سهله قوي 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 للليفت. اغلبيه المخللات بصراحه بتبقى سهله، بس هي بترجع للطريقه. هنا طبعا الميه كانت قلت مني شويه، فحطيت حبه ميه صغيرين عشان اكمل عليها وحطيت عليها حبه ملح عشان اكمل بطرمانات. زي ما انتوا شفتوا الكبيره، البطرمان الكبيره انا مش ماليه ميه للاخر، لان انا هضغطه دلوقتي وهكمل بقيه الليفت اللي في الطبق ده عليه. هو يا دوبك كانت الميه مظبوطه عليه. وده كان شكل الليفت بتاعي، وان شاء الله وكان حلو جدا وكان مقرمش، ويا ريت تجربوا الطريقه تعجبكم. كان فيديو سريع كده هو بعد غيبه طويله، وان شاء الله يكون في فيديوهات تانية. واتمنى لو الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.